مساكم الله بالخير حبايب القلب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ طبعا رجعنا وياكم هسوي دجاجات. جيت هسه خليتنا هذا تمن، طبعا قلبنا وهو هم شوية مو فبعدنا ما مخلي هسه اكل. طبعا عندنا ذيك بيضة، اذا واضحة عندكم ذي تشوفوها. خلنا نقرب عليها. هاي ما شاء الله خير وبركة. وهسه صدفة يعني هيجي انا ادري بيها كانت بيضة هنا. شوف دجاجتنا البيضة، ادري بيها كانت بيضة هنا، بس هاي الفترة ما جايت بيضة هنا، يعني هناك جايت بيض. فهسه هاي بيضة، اعتقد هاي مال السوداء، واحدة من ذني، لو ذيك لو هاي، وهاي جو مالت البيضة لان هي تبيض هنا. الله، اي شوفوا بيضتها، انا اعرفها بيضتها لان ذني الدجاجات ملاتني السود. شوفوا شلون مبوزة من هنا. فهاي لا، هاي عدلة. على العموم طبعا هذا البيض بعدني هسه ما شايله، ما عندي شي هو لان الجو حار، ف ما يعني ما عندي شي. خليه هنا لان انا كنت مخليه بالسطل. هذا السطل اللي هو هسه حاليا بيه ما ادري ايش قد 2 4 6 9 وذن 2 صار 11 بيضة. خير وبركة. طبعا نريد نكرك احنا بعد لان الجو منه هيك راح يكسر. اليوم 14 يمكن لو 13 أو 14، المهم 14/8 13/8. هذا البيض 15 بيضة ذني خليه هنا. طبعا هاي ما ادري ياخذ من عندنا بيض هاي لو هاي. فهسه خلنا ننظف هذا وارجع لكم. طبعا هسه رجعت. هذا نظفته هيجي، هاي ما جاي تشوفون الزبالة. فهسه بس ابدلها. وهاي اكو حفر هنا بهذا التراب شو اسمه، هم اريد اسويه، يعني اسوي التراب هذا وادخل بذاك البرج هم اسوي. شوفوا ذيك من هناك صايرة حفرة، شوفوا. فهم اريد اسوي كل هذا واكمل ان شاء الله. وان شاء الله بقى احتمال بعد شوي لو باكر راح اجيب طيور، وان شاء الله تشوفوهم يعجبكم. هذا القفص احنا جايكم بيه فناجس، بس بعد ما ادري انا راح اروح واشوف شنو اللي احصله، يعني يعجبني اجيبه انا. احتمال فناجس، احتمال طيور الحب، احتمال غير طيور، احتمال حمام ملك، احتمال يعني ما اعرف. نجيبه وتشوفونه وان شاء الله يعجبكم. هسه خلنا ارتب الوضعية هاي كلها، يعني قلت لكم انا هاملها هاي الفترة كلش. شوفوا حتى هاي فوق صايرة وصاخة. هاي الدجاجة هنا شوفوا، هاي السوداء تصعد تقف بالليل هنا لان باقية مفتوحة. فشوفوا هذا الفضلات مالتها كلها باقية هنا. هاي الغراض هم ابدا اشيلهن. طبعا هذا بياكل حنطة وذني هيك، يعني خاف احتاجهن. المهم هسه خلنا نكملهن وارجع لكم. طبعا هسه كملت مثل ما جاي تشوفون. كملت كل شي، نظفته هاي، وهذا هم نظفته، وذني خليتهن هنا لان ما احتاجهن، خليتهن هنا. طبعا هذا امس سويت له شو اسمه مجثم ذاك مثل ما جاي تشوفون. فما اعرف بعد شنو الوضعية اللي راح نجيبها. بقت بس هذا نيش طلعن، هذا الفوق بقى عندي بعد. خلنا ننظفه بعد فد مرة. هاي هم خلنا هم نلمها الزبالة. هذا عندنا هم ذن الطابقات وش اسمهم لازم اشيلهم من هنا. خلنا نكملهم ونصفي الوضعية. طبعا هاي كانت النقرة هنا بسبب الماء اللي ينزل، وهن هم حفرن فصارت نقرة. سويتها هسه، شوفوا مو قلتلك ما اعرف شنو الوضعية. انت دخليت من عند دخليت الباب مسدود، يمكن بيجي لنا هذا. شوفوا هم رجعت حفرته. على العموم خلنا ننظف واكمل، والله كريم. حياكم الله بالخير حبايب القلب، رجعنا وياكم ويا الدجاجات. طبعا امس مثل ما تعرفون نظفت هذا
وخليت طبعا هذا الباب رجعته شديته، هذا مال هذا شو اسمه البرج. طبعا هسه جيت ولقيت ذابيهن تمن، فهذا تمن صاير وياه تراب مو حفرا، فاتحين الباب ومخليهن فصاير وياه تراب، فهسه اريد اذبه لان كله امراض يصير. وامس قلت لكم احتمال لو اليوم لو باكر على اليوم يعني اجيب لكم طيور جديدات. فاحنا جبنا، بس ما اعرف هل راح يعجبنكم او ما يعجبنكم، ما ادري. فخليكم ويا الفيديو راح اراويكم اياهن. بسم الله ما شاء الله، طيور الحب. شوفوا بس باعة هاي لونها شلون. طبعا مثل ما جاي يشوفون لين الجو حار بعد، تدرون جو حار جاي يعني من الحرارة جاي يسوون هيك. فانا مخليلهن هذا ماي، شوفوا هذا ماي بارد طبعا على مود يسبحن. فجيت لقيتهن انا هسه من جيت، طبعا هذا تونا خليته الماي، فمن جيت لقيتهن ملتمات على هاي يعني يردن باردن، فخليت لهن هاي خليت بيها ماي وخليتها هنا على مود يبردن بيها. وتدرون بعد طيور الحب والفناجس وغيرها ما يتحمل الحرارة، يعني حرارة محدودة زين. فمثل ما جاي تشوفون طبعا جبتهن من عدة قفص صغير، قفص صغير ومخلي تقريبا بحدود 10 زواج او اكثر، صايرة شي فوق شي. فاكو يعني طيور تعبانة يعني اكو. فالجو حار وذن حاطن شي فوق شي وحرامات والله. يعني هسه هو راح يخسر هاي وحدة. اثنين يعني هذا حيوان المفروض يعتني بيه، المفروض ما يخليه بقفص يعني اكثر من طاقتهن. زين هسه حاطن قفص تقريبا فوق 10 زواج والجو حار والله حتى ما ينام خليه. زين وهو يعني محل، مو تقولون مبسط بالشارع او بالسوق او فد شي، محل يعني محل. انت اليوم محل خليهن ماي، خليهن طرقاعة اكل. وللعلم يعني الاكل هو يبيع بيه، هذا حتى انا اشتريت من عنده، ها شوفوا اشتريت كيلوين، فهو يبيع اكل. يعني انت ايش تخسر اذا تخليهن كاسة مال اكل وتخليهن ماي يمها؟ حرام يعني. هسه هذا الطير انت جايبه تستفاد من عنده، غير تبيعه وتشتري بيهن وعلى باب الله، بس انت لازم تداري مثل ما تريد من عنده هو يريد من عندك. فعلى العموم احنا بعد ما نقدر نحكي. طبعا اليوم ماكو بيض، كفو. اليوم ماكو بيض لحد هسه ماكو. حتى هاي جوا هنا هم ماكو. شيني هاي ما قاعد. والله شباب ان شاء الله، طبعا ما يخليني احكي، ان شاء الله بداية جديدة وبداية خير ان شاء الله. واهم شي اريد من عندكم التفاعل. هذا طبعا ذا البيوت يمكن راح افتح من عندهن على ما نجيب لنا فناجس ونغير. راح افتح هذا البيت شوي، هذا مرتب هذا احتمال بس هذا افتحنه خليه هناك على ذاك المجتمع اللي مسوي الخشبة. فما ادري بعد اشوف اسوي منها. بس هذا برغي او برغي من جوا يمكن اكو. هسه انا فتحه واشوف اذا بي يعني اكو برغي بعد. وهذا البيض تدرون بي على حطته باقي. طبعا هسه هذا فتحته شوفوا الترتيبه ما شاء الله حلو. كان البرغيين هذا واحد وهذا واحد، هذا جو طبعا لان صغير فجو. المهم هسه خلنا نسوي هناك، راح اخليه. شنو رايكم؟ هاي هسه شوف، هسه اقصها واسويها عليه هيك يعني ترتيب. شنو رايكم؟ لو ما يحتاج خليه على حاله، لان هو هسه مرتب ما بيشي ما شاء الله. شوفوا
كل شي ما بي. خلنا اسوي وارجع لكم. هسه كملت. شديت هذا، شوفوا بعد ما عليه شي. هذا برغي طقيته منه على هاي الخشبة. هاي طبعا داك بسامير ستيل على الحائط. شوفوا هذا البسمار اذا مبين عندكم. فشديته هسه ما عليه شي بعد. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا صحتهن خير من الله. ما شاء الله. شوفوا طبعا هاي لونها كلش حلو، عجبني يعني اول ما شفتها عجبني، بس ما اعرف بعد هي نثية. وهذا الفحل بس الوانهن حلوة ما شاء الله. يقول هو هذا اللي اشتريته من عنده، يقول فحلها كان وياها بس اجا ولد وخذاه. يقول هم نفسها نفس اللون يعني، بس ما اعرف بعد. على العموم ايه شنو بعد عندنا؟ بعد ما عندنا شي. هسه كملنا هاي. طبعا انا راح اجيب بعد بيوت فد 2 3 وراح نجيب طيور الحب هم بعد، ونجيب فناجس. وهسه مثل ما جاي تشوفون طبعا غسلت هاي كلها من هنا. هذا غسلت القفص لان بيه تراب صاير، فغسلته ونظفته. وهذا الفوق هم غسلته. مثل ما تدرون بعد الدجاجة هنا كانت تصعد وتقف. هذا البيض طبعا مالنا هذا شلته كان هنا كلهم غسلتهن خانات. طبعا هذا رشيته هيجي، وهم مو رشيته متعمد، نزل عليه من الخانات. شوفوا من هنا هذا الشبك ونزل عليه من وانا اغسل بيهن. فمثل ما جاي تشوفون هسه طبعا اكل ما عندي خلص، هذا فارق. بس الفناجس ساعتين اكل العفو طيور الحب. فهسه قلت اروح اجيب شو اسمه اكل للدجاجات حتى اعطيهن اكل واطببهن، ومنه الباكر يلا يجيهن بعد. شوفوا طبعا حتى الصوندة بعد هالصب هنا. شنو رايكم بهذا الترتيب مال هذا البياضة مال شو اسمه مال الحمام؟ طبعا توقعوا شنو راح اجيب هاي الخانة؟ اكتبوا لنا بالتعليقات. يعني هو حمام بس شنو من حمام تتوقعون؟ اقرب شي يعني اكو فيديو انا ذاكر بيه، اكو فيديو ذاكر بيه نوع الحمام المفضل عندي، فكتبوا لنا بالتعليقات. وذني ما شاء الله شوفوا صارت نواهس يعني مكانهن برد من صار بي ماي هاي برد، خذاهن الواهس. بس هذا بعده فارق يعني نجيب بيه ان شاء الله احنا عالجايات. طبعا حبايب اللي هنا ونقولكم وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسون اللايك والاشتراك، نتمنى لكم مشاهدة ممتعة.